في اقليم زاكورا فين امراه شابه حامله كتموت هي والرضيع ديالها في منطقه ولاد يوسف جماعه امكرور. الزوجه الشابه فقدت الروح ديالها والمولود ديالها في نفس الوقت في مشهد اختزل معاناه المراه المغربيه وخصوصا المراه القرويه في مأساة كلشي تألم ليها. القصه بدات نهار الجمعه، المراه كتحس بالوجع والزوج ديالها كيهزها للمستشفى الاقليمي بزاكورا. دخلت تولد المراه بشكل عادي كيف كاع العيالات، الا انها كتفاجئ خصها دير عمليه قيصريه، فالمراه ما كانش عندها الحل الا انها توافق. وداكشي اللي كان، المراه دارت العمليه والمولود زاد، ولكن المولود ماشي بصحه جيده، المولود زاد وهو مخنوق، يعني عنده صعوبه في التنفس. وطبعا هذا المستشفى حدهم انهم يولدوك، فاذا كانت شي حاجه اخرى من غير الولاده فكتحمل المسؤوليه ديالها، حيت ما كاينش كفاءات وامكانيات في بحال هذه المستشفيات. وهادشي اللي كتعاني منه المراه المغربيه بصفه عامه. كان ضروري نقل المراه والطفل ديالها للمستشفى بورزازات، وهادشي كامل باش يشوفوا ليها الحل. ولكن المصيبه ما وقفتش هنا. الام بعد الولاده جاها نزيف حاد وكانت محتاجه لطبيب تخدير باش تدخل بشكل استعجالي في عمليه اخرى، ولكن المستشفى ديال زاكورا ما فيهش هذا التخصص. وباش ما نكذبوش على راسنا اغلب المستشفيات العموميه ما فيهمش هذا التخصص، وكان الحل الوحيد هو ينقلوها لسبيطار ورزازات اللي بعيد 160 كيلومتر. 160 كيلومتر غتضربها مرأة مديره عمليه قيصريه وطفل مخنوق. واش عندهم القدره اولا باش يتحملوا عناء هذا السفر في طريق جبليه واعره ومعروفه بالانحدارات والانعطافات ديالها بمنطقه ايد ساون؟ وهذه المنطقه الا مشيتي فيها واخا تكون باحسن وافضل جوده ديال الصحه ديالك فكتوصل للضيق ومنهك الحد الادنى، بغض النظر عن نوعيه النقل اللي انت غادي فيه. للاسف في لحظه من اللحظات الماساويه الطفل كيفارق الحياه، وفي لحظه اخرى الام كذلك كتفارق الحياه بشكل مفاجئ. الاب كيتلقى صاعقه وماساه وفاه الزوجه والمولود الجديد. الزوجه خلات وراها بنت عندها 3 سنين، وهذا الشيء كامل نتيجه طبيب تخدير ما كاينش في المستشفى في الوقت اللازم. الزوج ضاعوا له جوج الارواح في مده قصيره، الزوجه والطفل ديالو. قالت ليه بنيه صغيره في عمرها 3 سنين، فشنو ذنب هاد الطفله المسكينه اللي غادا تكبر يتيمه وما غتلقاش الام اللي غادا تحن عليها؟ في مشهد مأساوي سول اي واحد ضاعت ليه الام ديالو يوصف لك المشهد. فشنو حاله الزوج اللي فقد الطفله والزوجه ديالو في ان واحد نتيجه مسؤول ما دارش خدمته؟ في المغرب السرعتين كاين بزاف د المناطق ما عندهمش المستشفيات وما عندهمش الاطباء. البارح في وقت وجيز بدينا مع علامه تاريخيه العالم يفتخر بها. احنا ماشي ضد هذه الانجازات، بالعكس وكنفتخروا بها، ولكن علاش البارح كنشوفوا ساكنات التصويره خارجه في تظاهرات، والسيمانه اللي فاتت خرجوا ناس بني منال كيطلبوا ادنى وابسط مستويات العيش الصالح للشرب ما عندهمش. هذه الكارثه بينت بالحجه ان المسؤولين ما دايرينش خدمتهم بشكل نهائي. فاذا كانت مراتك ولا بنتك وقع ليها هكا وكان هذا المسؤول قدامك، فشنو تبغي تقول له؟ كاين مسؤولين يقراو هاد التعاليق، بغيتك تخلي رساله واضحه لهذا السيد. فانا واحد من ولاد الشعب اللي بيا باش اعترفوا بك كدوله من الدول. انا واحد من الشعب اللي عايش مزيان، ولكن ما كيفرحنيش نعيش بوحدي. خوتي في الجبال في عزله وما عندهمش الماء الصالح للشرب، عندي خوتي في الريف، عندي خوتي امازيغ ما عندهمش الصحه، عندي خوتي محقورين ما عندهمش التعليم. احنا مغرب واحد، احنا شعب واحد، احنا شعار واحد. انا الشعب اللي عريان وانت برزقي مكسي. شارك هذا الفيديو، امانه عليك توصل صوت هاد الطفله اللي عندها 3 سنين وبقات يتيمه، اللي بقات بلا ام نتيجه مسؤول ما دارش خدمته. انا درت اللي عليا وانت دير اللي عليك.